وثيري دي تولين تيكوسانك سنة 3 يزرين منزو مارس غد يونيو السالي كنا هاي صفحنا تسيق باليني مزيان السومات هذيك التمز وغوثة أدفرون هذا مزروي الدبلوماسية في مزيان نماضة سومات لدغا الدبلوماسية الليبية مزيان ليبيا ذاك تنسغاموث توزيث نو مرايا مثون تدسا أن يغلن توكلن مازما تدينيا فرانسيس لا كونسيير سبيسيال دو سيكريتير جينيرال دو لورغانيزاسيون دي ناسيونز زوني مسا ستيفاني ويليامز سوثرد يوكني اتسمليل يعقلن ماز نسقامو اوني ني مازيغن ليبيا وكنا تقرد شي سنه مسلايم كي زمرن تسكين ديك ثلاث ديك ثلاث نتزغن تكي ديك تيدي ذيك ليبيا كنزغن كوني نتابعيت كوني تيكوسا كنتابعيت القرب يواجه ما تكونش ساكين شي كيدي ضغان كيدي لاونش ساكين نروح نسولاس يوث تعقات وسقامو اوني كني مازيغن ليبيا ولا متيديا كان تعدد دي تيكو 5 تاكيد مسا وايدا الحشان ما ينير ازوف لما وايدا أزول تنمية ثيمة واحدة كان يثيد سفهمة سقبالي تحت تيدي وضع استعرف شكون تغيض هذه اللي وسكسي كي كان استعرف وشقا ماشا تسوق لايف كوش هادينيض كي كان عسقبالي إذن السؤال الأول كما رأينا في الثلاثاء الماضي يوم واحد الشهر الثالث مغرس بدعوة من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لأعضاء المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا أنت عضوة في هذا المجلس. تم الاجتماع مع السيدة ستيفاني ويليامز في مقر البعثة الأممية في طرابلس. ثم من خلال هذا اللقاء الذي أجمعكم معها طرحت بعض المسائل وبكل مجريات الأحداث التي تحدث في الساحة الليبية. حابة تعطينا لمحة ولو قصيرة وبصفة عامة على ماذا حدث وكيف حدث ذلك؟ بعثة الأمم المتحدة تم الاتصال بنا كأعضاء مجلس أعلى لأمازيغ ليبيا كان يوم الجمعة، فطلبت ستيفاني ويليامز أن تلتقي بنا يوم السبت، فاعتذرنا نحن كأعضاء في انشغالنا، فطلبنا منها أن يكون علم قبل اللقاء بيومين. فكان هذا اللي حدث، أنها اتصلت بنا كان الترتيبات أن يوم الثلاثاء. استقبلتنا السيدة ستيفاني ويليامز في مقر البعثة الأممية داخل طرابلس. كان الاستقبال جد ممتاز، وكانت هي في الحضور في الموعد في الموعد المحدد بالضبط، رغم كانت انشغالاتها زي ما قالت انها كانت في طبرق ورجعت حديثا في الليل الى طرابلس. فاستهلت طبعا بحكم ان الدعوه من السيده ستيفاني، فاحنا جلسنا وقلنا لها احنا يعني نبغى نستمع نريد الاستماع منك بخصوص هذا اللقاء. فهي تكلمت بكل يعني أريحية، واطلعتنا على كل مجريات داخل الساحة الليبية. فأخذنا يعني الحديث معها وعدة قضايا. من أهم قضايانا احنا اللي تطرقنا لها اللي هي مشاركة الأمازيغ في إعداد دستور ليبيا القادم. فكان لها يعني رأي، قالت أنا بجد نتمنى أن يكون الخطوة المقبلة لكل الليبيين أنهم يتجهوا لكتابة دستور ليبيا قبل حتى الانتخابات. يجب أن يكون هناك قاعدة دستورية ودستور توافقي. مساء وهيدا تسوق رشيد النهضة ثلاثة قبيليت ذاك وهيدا ثناك سغاموث توزيث انتو تسايد دوكلن لونو نا يونيتد نيشنز سولا نعرض صافيك الجمعية زرين يعني ذي 26 فورا إوا كني ضمليل نيدس روحان ومكان دكي تيلي ثلث كي لونو ذي طرابلس وكنا ذمليلنا مسلاين
خاف مثال كابزانت اللي بيان فكن داغا ينسن نسي مزيغان دغان الناس يكون داكين ستيز ديك الحال باش تيون زميرة راني اللي تعاد وزتاني كان يلين يسندنا تمليل المسن السبت دي 27 فوار نشكي قد جان هي نصغى متكيف وزيك مسا ستيفاني ويليامز نيستي هي شفت ولا من قوس ثلاثة غاف كان دغا ينسن الناس نمليل قوس ثلاثة ذوك منزو نبغى نشكي ديالان وتمليل ثلاثة نيواتا السياج كان عندك يثلا تونسيكي يعلن يدوكلن على لونو دي طابل ثمليت لا داك نسام فلاس ديال الوقتيس كان تاع داك نيواتا غاسو لما تبدل شطح اهيليس اللي قال لا دي 8 وسمان اللي بيان كان طبروق دغات تسدي المد المشكل عندك المسلاي يدس ونكونيسي مازال في كاد تكتيوينا وندا كان من ذاك اللي نتفذ الساس تسبديت انا القاعده يثموث اللي بيان وكني غادي لي يكون المثوى مساهم فشو اذنو اللي بيان نوزك يعني نقارن الصارات كيفيدنا الدستور التوافقي ثمن دوث انه مثوي كيفيدنا مساء واحده لين جينا تروح سين سينير ايوشو امي توران تشيكي لونو تكون تنظر في المسيرة الليبية اللي كان شكل ديالها قبل. شكرا وحيدة، هذا خبر مسرور جدا. لأول مرة نرى هيئة عالمية تريد أن تسمع لرأي الأمازيغ. السؤال أريد أن أطرحه لك مساء وحيدة، لماذا هذه الرغبة من اللجنة الأمموية لكي تتحاور مع أمازيغ ليبيا؟ لماذا لم يحدث ذلك من قبل؟ أول شيء نحب ننوه أن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا وخاصة المنتخب الجديد في دورته الثالثة غير المجلس الأعلى الأول والثاني. أنا لا أنكر جهود زملائي في المجلسين الأولين، ولكن كانت لهم استراتيجية معينة يمارس فيها المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا وفي تمثيله. احنا أخذنا جانب آخر، لأن لا يمكن أن يكون هناك تغيير في الاستراتيجيات وكخطة عمل داخل المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا. احنا هدفنا عندنا قضية، والقضية هذه لابد احنا ما نحققوها. هي قضية التي أعطاها لنا أو كلفنا بها من قبل أهلنا وناسنا، إن قضيتنا لابد أن نرى النور وأن يكون لها قدم في هذا الوطن اللي هو وطننا ليبيا. فلا بد من تغيير هذه الاستراتيجيات ومن طريقة الآلية في اتخاذ القرارات. أول شيء احنا قضيتنا داخل ليبيا وليست هي. أنا بالنسبة للأوروب صحيح أن بعثة الأمم المتحدة لها تأثير كبير في داخل ليبيا، لكن مشكلتنا احنا مع الليبيين في أنفسهم. لا ننكر هناك دول خارجية تضغط ولها تأثير داخل قادة ليبيا، سواء السياسيين أو القادة اللي موجودين على أرض الواقع. فإحنا نحاول كمجلس أعلى نكون منفتحين للحوار مع الجميع، مع ضمان حقوقنا وعدم التنازل عليها مهما كلف ذلك. وهذا لا يعني أن احنا نكون منغلقين، يكون ثقيل جدا. نحن أصحاب حق وأصحاب أرض، فلا بد نكون ونحن المبادرون ونحن من يملي عليهم ولا هم يملون علينا. فهذا كانت استراتيجيتنا، ولكن بدون تعصب وبدون حتى لجوءنا إلى الدول الأوروبية، ولا يكون لنا امتداد خارجي. امتدادنا لابد أن يكون وطني داخلي، لأن الليبيين نحن نعرف بعض، نعرف قبائل بعض، فليست متأزمة كل التأزم، ولكن كان التمثيل ضعيف جدا وكان لها ايديولوجيات. أنا لا أستطيع أن أتكلم عن أمور كانت مخفية في السابق، لربما هم رأوها من ناحية أنها هي إيجابية، لكن لابد أن سؤال: هل نحن كان على 10 سنين ولم تحقق شيء؟ فلابد هذا تساؤل يتساءل كل الأمازيغ. إذن لابد من إعادة
إعادة تفكير أو إعادة استراتيجية المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا في طريقه نحو الاستحقاق اللي زي ما قلت لك إن أهلنا أعطونا هذه الأمانة لكي نأتي استراتيجيتنا هي التمثيل الأمازيغ، التمثيل الجيد وأخذ حقوقنا. هذه حقوق لابد أن تكون بدون تصويت أو مغالبة، لابد أن يكون دستور توافقي لكل أطياف الشعب الليبي، وخاصة ليبيا لما تمر به من نزاعات، وحتى كانت نزاعات سياسية حتى داخل ما بين العرب في أنفسهم، فهناك نوع من الاستحقاقات الكل يريدها. فالحقوق أنا أراها يجب أن تكون توافقية، ولما وصلته للبعثة الأمم المتحدة قلت احنا مستعدين للمشاركة إذا كتب الدستور توافقي في 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 الحقوق، لأن الحق لا يمكن التصويت عليه. فكيف يعني إنسان تجبريه أنه يأكل ويشرب في ساعات معينة أو يتنفس في ساعات؟ هذه الحقوق لابد التصويت أو ما يسمى بحق التصويت بالمغالبة 200+1 في اللجان اللي تكتب في الدستور الليبي. شاهدين يا ثواني كوني سيعجل انك تسقامو تاكي ثمينوث نمازيغ ليبيا تسلاتا سكوز مي تفزا 2011 هكاكي سكوز مي تفزا تسلاتا وكذلك عدان قبل النار ساعات استراتيجية تنسن نكوني نتفاع استراتيجية ثايض إن ولا بلي تينا أي سنة سفرنا داخل ديما كينا رجال هاف أدوغا أدوغا نقص محسيسن نكوني في استراتيجية نقص فدنا لدغا غافن تولي نتمعتيس جا كيبغن يمازيغن ليبيا مكاتي ليبيا وسكان بغان سيوض الصوت نسن تمغلي نسن سسويرن إمقرانن يشبان تلساكي لون لاجيكي بغاد يغالو لهاو في تنتغوسا ذاك نغاس ولا ما تلساكي يغلان يدوكلن لونو يونايتد نيشنز هافتي لي التينيز مال دي عاونن ديك نفوس نتلت وكني تفهموا تزغن تكين ليبيا ماشا نكوني سي مازيغن اغبلنا ماشي ماشي تكين ما بنا دي ليبيين اللي مازيغن لا غاو قاعد يخدم في السكسن يبغى نصعزين يبغى نسعدين اول نسن بخير ما عداني زغفان اول نكوني وكي كذا بالامفاحان وما يكون الا واش تكين هاتو تيموغا تبغانيين وتكشمنا ايمان سن ذي تمثال نا يكون الا العقد المعقول نكون ميوسان بوغرنر تقبيلينيا في دي تريبيو ميوسان بوغرنر يكون مساوي بوغرنر في حال يكون دي سوفرانيين وكنا اللي تشيريس دي تزغنت النار نكون يكون تمثال كان انتو ودنت معنا في اللسن اين نبغى وتحتي من فلسن اين فلان اين نبغان هذا شو كان من كل يوم ديال في مانيس ديال في ازرفيس ديال ثموثكي ليبيا ما الا زرينا 10 سبوسنا كي كيموت اللي انا تفنات الا خيال اللي يوم دينا هذه سقسي مانيس وشو شكون غنا الا وغفل وما وتجينا ان رجينا ذي لما وكنا فنويا ذي بغانيين اي سروثن ديكس ماذا 10 سنين زبوها كي شكي رجال دم يكو تمسيرين ديال اندكس نكوني سيما سوسقامو كي بينوث ونيجي مازال ليبيا الناس ساعات بدات استراتيجيتنا وذا شكي نخدم كثورا وكني هات نلحو وكني ديال بستاينا كنا في فنات اي إثمن دوث كير أي لين تم دوث أم ثوان يفهم ذي ليبيا أتفي منيس وتفي إزرفان إنس كي كان لازم تسناوي قبل لا مش عشان ثم مازال نو ثماني باغافن ليبيا الا وفي تمشاو بوغرسن دونك هي شو تفرات الناس ثمن دوث نمثاوي غندام كل يوم ديال ثمانين ناس اكيد نسفهم بغا اذ تنصغامو ثكيث الزيت نوبغايا مثون تنسى نيغلان يدوكلان مسا ويليامز ستيفاني ويليامز بغير نشكي ولا شتي في نظن ثورا مسا واحده راح ساسكسي نظن يشدن غافو جراوني يعني تخدمم وساني زرين
دوثني زرين دي طرابلس ويفنا نفهم أوبير فلاس سؤالي ما يخص الآن المؤتمر الذي عقدتموه مؤخرا، وكان الذي كان خاصة مركز على دستور ليبيا القادم. سؤالي مساء وهيدة، كيف كان إقبال المهتمين لمثل هذا المؤتمر؟ وهل كان الحضور من الأمازيغ والعرب أم الأمازيغ فقط؟ صحيح، المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا نظم المؤتمر الأول لدستور ليبيا القادم. كان الحضور من الأمازيغ ومن العرب، خاصة الشخصيات التي تعتبر قيادية في أحزابها أو قادة في مجالسها في الدولة الليبية ولها صوت، وتم إعطاء كلمات لكل الحضور وخاصة أصحاب القرار، وكانوا متجاوبين، وكلما يعني احتفظنا به كأرشيف. وأقوالهم تقول إن لابد للأمازيغ من أن يأخذوا استحقاقهم في الدستور ليبيا القادم، وليبيا للجميع ولا يستثنى منها أحد. وكان هناك حتى أمازيغ غير الناطقين كان لهم وجود، وطالبوا هم أيضا بحقوقهم وقالوا نحن أمازيغ. فلاحظنا هناك يعني انفتاح، وهم يعني للأمانة كان تجاوبهم كبير. كانت هناك تمثيل حتى دبلوماسي من عدة دول، اللي نذكرها هي تونس، هي على ما أظن تركيا، كانت الممثل القائم بالأعمال السفارة كان موجود، وكان تمثيل من الدولة الليبية كانت في المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة. فكان الإقبال جد ممتاز يعني، وكان إقبال الأمازيغ بصفة خاصة كان إقبال جميل جدا، ورحبوا بخطوات المجلس الأعلى لإلغاء الانفتاح، هذا الانفتاح اللي صار في هذا المجلس وإعطاء الفرصة. وكان الحضور أيضا من المجلس الأعلى الأبضية، وتكلم المجلس الأعلى الأبضية بكل صراحة وقال إن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا هو الممثل الشرعي لنا. وكذلك الجناح العسكري لدى الجناح العسكري الأمازيغي وتكلم أيضا وقال أن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا هو الممثل الشرعي. وكذلك البلديات أو المدن الناطقة باللغة الأمازيغية وغير الناطقة قالوا إن الممثلين وخاصة فيما يتعلق بالدستور ليبيا هو المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا. وهذا كأن جديد وقوة إلى المجلس الأعلى في 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 التمثيل القوي داخل أروقة السياسة في ليبيا. أستسمح لك مساء وهيدة لكي أترجم ماذا قلته باللغة القبائلية. لشدنا مساء وهيدة يلاد سيدة ونكرا ويأجر وكير مع المؤتمر أمزورو يديلان ياخذ من مزيغان عندها المسلايد لدغا في من دوثكير نعطوها هيكي من دوثكير ما تشعش إما زغني ديلان ديكس لأن واضح عرفن لدغا وقاعد يتمسلاين تسرتين وقاعد يخدم تسرتيث وقاعد قراين تسرتيث انت ما كاين عربيين في كاس نو ادم سلايد كم دغا انسان اكن دعني لكوني نفكاد راينا اكن دعني تسكن اما زيغان ونلين وتمساين تمازيغ باسكو كي نقارن لي زارابوفون امازيغي كي ساتشي مازيغ مي كي نو بال با تمازيغ ولا نيت فانا مسلاي وكان تبغى الانسان وندو الاثنين طلب اذا فانا هذه اللي نتمنوا تكي ايدي تسدون. لكن دعني وسان الدوله دي باغانيين لا دغا وين يصلحين تمثال مقدمه طوكيا دي ليبيا لو شارجي دافير دون لي دون l'ambassade de Turquie اللي طرابلس إلا يحضر. لكن دعني وقاعد يقولن تمسلاين لان ذي تمسيوين ليبيا لدغا اسقامو ونيكن نواني ليبيا مش على الدولة أكدو سقامون تسلويث عندو أنسان إلا يحضر. الحصولين نجراو يعدنا يكن يوثا يليون يقدر ثوثيوين بايض نمسليك بوغيرانا نسقان الشمسال ولا ذا سقامو وين منقر إباضيين لكن الزغام تنسلم في مازال ليبيا تباضيث يعني تمولين تنسلم تنسل مخلفة مغلوين
نعرف يمثل من يظني قلنا مضى تمغلي تلويث يعني ساعات وكان مثلا ليبيا يمثل من إباضيا وتنادي تلويث في حملة شوالا تصطاص ولدنيا وسان تسقى ونسن مقاحان وكنيا أدي في كثير وين بقيت وليا ثمن دوث ليبيا نوسكا وين يتمثلين سيسمي باضيين المجلس الاعلى لاباضيين ليبيا يعني اسقاموا ونيجني باضيين ليبيا مسلايين دونا باللي نكوني ونتجا يونا ديال سيس منا بغير اسقاموا ونيج لي مازيغان ليبيا بيدني نسا ياك اي هضر سيس منا نكوني ان طون كو entité à part يعني qui représente ديناس فرانسيس لي زيباتيت دو ليبي نفكر دونك الوكاله يوكل لاسقامو اني مثلا ليبيا ايضا سيس منا اكن دعني لافيكس وسقامو اني سيردس ليبيا المجلس الاعلى العسكريين الليبيين مازيغ العسكريين الامازيغ يتكاد عني وينادى عني ونبني ونتجاهنا ونادي هذا سيس منا بلا وني اسقام وني مازال ليبيا كان تمام لكن كل شيء يروح يعني اسقام وني مازال ليبيا نسى هذا سيسم يقول لان مازال تكتيوين سنغلان دي ليبيا ما دي بعضيين العسكر ذويا وكذا تبع تسيرتيف سومتا لكن دعني وكذا كلان في قرار نتغيوانين ذاك تمساين تمدينين ذاك تمساين ثمازيغ الاثنين نوسان وناد باللي ونتجاوزي ونادي هذا بغير سيسمنا بغير اسقامو اونيك اللي مازال ليبيا لدغا ما الى دي اليوم ستاي غافو توجدنا فوهيه انت من دوثا كاين ليبيا انه زكا هي باش كنا فواولي ذاك يوك نسمى فيوس تمثلت ذاك اكن من لا اكن نفغو ونكون سي مازال ليبيا كن نيفو اللي تكتيوين لنا اكن نيفو اللي لاغيوين ميراذن يوث تو سكن اهضر نسيس منا ما اللي وجدنا وهي من دوثا كي نسدس الجهد يوكني ادني انشتكي وتنسكن باللي ونتجا غادي ونادي هضر سيس منا بغير اسقم كيونيغني مثلا ليبيا اللي ضغا مالا يشدن غافو ثيرا من دوثا كي ايلين ذولاقرا ثمن دوث نمثاويا يدسدون وكني ادفوني في مثال نائر بلان تيديرنكا ليبيا دوغالا غورم مسار واحده سوسكسير نجارو السؤال الاخير مثلا قبلت ياك قبل سينا ويفنا بدينا ذا شوت يسكتين اكثيليا ذا شوت يكثيليا يسيز مدني ذاك مازال ليبيا وتسكينا من دوثا كي في دينا الصراف لاحظنا في اليوم التالي من المؤتمر هناك قرارات مهمه من مجلس النواب الليبي حول تعديل مشروع الدستور الليبي. ما هي المعايير التي ترونها أنتم كأعضاء في المجلس الأعلى للأمازيغ الليبية مناسبة لكم من عدمها في المشاركة بصفة أخرى؟ هل سيقاطع المجلس الأعلى للأمازيغ الخوف في إعداد هذا الدستور لو مرت الأشياء كما لا تشتهي السفن يعني من وجهة نظر الأمازيغ الليبية؟ هذا هو السؤال الأخت وهيدة. نحن كأعضاء مجلس الأعلى للأمازيغ ليبيا لدينا استحقاقات واضحة ولدينا عدة ملاحظات في مواد داخل الدستور اللي هي دسترة اللغة الأمازيغية وتمثيل وكيف يكون اسم الدولة الليبية وكيف يتم اختيارها. نحن كمجلس أعلى لأمازيغ ليبيا إذا كانت هذه اللجان التي قررها مجلس النواب والجهة التشريعية داخل ليبيا ومجلس الأعلى للدولة، إذا كان هناك كتابة دستور حقيقي ومشاركة الشعوب الأصلية في كتابة هذا الدستور فلا بد أن يكون توافقي أهم شيء، يعني هذه أهم مطالبنا. في عدة هذه المواد التي ذكرتها لابد أن يكون هذا حق بدون منازع، بدون أي استفتاء يكون فيه، لابد احنا نكونوا يعني هذه حقوق تعطى بدون أي تصويت داخل هذه اللجان. فاحنا طلبنا المجلس الأعلى، طلبنا احنا كمجلس أعلى وكانت رسالتنا واضحة في كل بياناتنا أن لابد لو
تم تعديل القاعدة الدستورية ومشاركتنا نحن، لابد أن يكون أولى أمورنا أو أولى النقاط المهمة أن يكون دستور توافقي بدون أي شروط، وخاصة نحن كمكون، وإلا فلن نشارك في دستور يتم فيه المقايضة أو تتم فيه المغالبة داخل مشروع أو مسودة الدستور الليبي القادم. هذا شدنا مساواه لكن ان الى قطه تحصوم ذاك ان كيسوتور انك مازيغ ليبيا يسهل الماضي يعني سنه مقرن كان تم زواموث الصنصف مازيغ من دوث ليبيا نوسكا ثم تعرف لكن ذي كيف ست يون بزرف سنه ست سنه امشايلين يسم ليبيا وزكا ومشايديلي الخيار ينس كي سي ثما نظن نكونين نبغى نيني ذا كان ميلا تسقو ما يكيكو دي السائد سرسن يمازنن نار لي ديبوتي نار النواب ليبيا كذا ثمانية نصوضافنا الجهة التشريعية كني اسقارن أكثر نين أسقامو أونيك وانيك المجلس الأعلى للدولة وكاكي كنت كان بغان ذنيتني غادي سوفغان ثمن دوثكي ولا مكادي اللي مشاكي ما لو تسكننا مزدا ينصلين يغيشبان في نسي مزيان واجتكي الى قاتسكي وكنا لا وكنا ندابو ثمن دوثكي نوزكا غطر وين يكو دوا حلو ومثاوي غادي سوفغان ياك ثمن دوث عقب لنك ثموين يلتما ذي ليبيا وشكي يكون سوتور دايا واللي انش نظن نكون فانتسكي دي ثيرا نتمناو ثكي نكوني ذي مزيغان ذي مزدار انصليا ليبيا ياكي وذو غادي لين اما يغادن عندي زرتيك المواد ما كيس نسمع نستعرف كاين داخل عندك كان يلين يزرفان لنا نكوني سي مزدار مزوران نزوتوطون نتموثكي لان ذيكس لقرا توانكظن كني توانكظن سيزيك وكاين الشرط نار النفكار نعمولاش ومزميران تسكين كوني غادي تخيد ساكين كسن سي ثمن داوث سي القانون امزوارو نا الصادوف امزوارو نتبوث موديلير مشتكين كوني تسكيرا ونستعرفها سوانا ديفرون سي ثمانين ديستون. شكرا جزيلا أخت وهيدة على هذه المداخلة، والآن نترك لك أن تعطينا كلمتك الأخيرة ولمن جاءوا مساء وهيدة. طبعا الكلمة الأخيرة، احنا جادين من ناحية قضيتنا احنا داخل ليبيا ومستعد، يعني ليس لنا يعني خيارات، لن تكون لنا خيارات نهائية في أي موضوع، فالسياسة لابد أن يتم أخذها أو زي احنا ما نقوله هنا في ليبيا نشد العصا من النص، يعني لابد نكون مرنين في اتخاذ القرارات، وليس هناك يعني لابد نكون منفتحين ويكون لنا يعني جلوس مع الجميع وطرح، والتحالفات مهمة داخل ليبيا. لابد المجلس الأعلى، أهم شيء إن أهم خطوة إحنا اللي قدمت إلى المجلس الأعلى إن كل الأمازيغ في ليبيا ملتفين التفاف قوي على المجلس الأعلى للأمازيغ، ونحن بدورنا لن نخيب أمال أهلنا وناسنا الأمازيغ في ليبيا، سواء الناطقين وغير الناطقين، في تمثيل الحسن والجيد أمام أروقة الدولة الليبية وخاصة الجهات التشريعية. فليس لكل شيء نهاية تكون نهائية يعني مفرغ منها، ولكن سنحاول المرة والثانية والثالثة إلى أن يقتنع الطرف الثاني بقضيتنا ونأخذها بسلاسة يعني. يعني أهم شيء أن المجلس يكون لنا أكثر مكان، يعني يكون لدينا مكاسب لأهالينا اللي يعطونا الثقة ونخرجوا بأقل الخسائر. هذا ما نتمناه في المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا. فكل الأمازيغ الشرفاء واللي قدموا لنا النصح وقدموا لنا الاستشارات، وزي ما قلت لك المجلس الأعلى واخذ طريق آخر وخطة عمل جديدة منفتحة على كل الأمازيغ ليبيا، وهم للأمانة
وهذه شيء نتمنى نوجهه، يعني هذا الشكر نوجه كل الشكر لأمازيغ ليبيا لما قدموه من استشارات للمجلس الأعلى للأمازيغ، وكذلك الثقة الكبيرة اللي عززت موقف المجلس الأعلى للأمازيغ في خطواته. ونحن نذهب خطوة بخطوة حتى وإن كانت بطيئة، ولكنها أهم شيء تكون مضمونها سليم وجيد، يعني حتى تصل الرسالة إلى الساسة اللي يمارسوا عدة ضغوطات على المكونات أو على الشعوب الأصلية. تحياتي لكل أمازيغ العالم وأمازيغ ليبيا خاصة، ونتمنى أن نوصل إلى هدفنا في القريب العاجل، وهذا ما نتمناه جميعا. شكرا وحيدة تنمير تطاس. هذا كل ما نتمناه نحن كل أمازيغ العالم، بالخصوص القبائل الشاوية والريفيين والشلوح، كل أنظارنا متوجهة إلى ليبيا، والأمل ربما يأتي من أمازيغ ليبيا لكل أمة الأمازيغية بكل شعوبها. السوق شدنا مسا واحدات ندا كان نكون يوم اللي سمازان ليبيا وقاعد قسان وقاعد تنادي نشوال نكون يوم مي قاعد تفنتاع كوستي الماس نزمد نفسي فرات نزمان قيم مشان يلق يلف الحاجه ونسمح هذيك ذاك اذا فنا وتنقونا اين نسوثو اديلين نعملش موديليا المقل اين نظن نكون يوم نبغيا وكن سي مزيان ليبيا وقاعد تمثيل انك كي وقاعد مزيان ليبيا وكن ناس ونتي اللي غادي المنداذ يوكاد غادي الفن يمكن مصداق مزيان ليبيا فعلا ولا قرا ذا يسن سكوين نخدم نكون اللي كان نفكان والنسن كان نسالي ذا ساون وكن اذا كان لكن من لا وتروحونا وما ديني غير مزيغ ليبيا ما وقاد يتمسلاي انت مزيغ ما وقاد يتمسلاي انت مزيغ الناطقين او غير الناطقين من امازيغ ليبيا كتبنا مسا وهيدا ونكون سي وسقامو نيجي مزيغ ليبيا ونسي ساعه كي كان نخدم نعظم كان داويتي فرات سيد من التلويث غاس ما الا نعاود استيك التسنات تسكراف حشما نبض المعروف عندها كلشي ديتو سوذم التلويث وكنيك دنيغ دي تزويران ذاك نكوني دي وسقامو كيروني امينوث ني مازال ليبيا ويسلاتا كنت بدي بدا زوج على 11 دميوت استراتيجيه تمينوث تمش استراتيجيه عندها نصاغ سوذ من التلويث وكني وكني اني لي نحضر دي نوهجين ليبيا نوزكا بغير تزلا اذا من ذا شي كيف كنت سلام وسنيني التنميه التسطاسيه وكما زيغان دي تكنيكي كي في قان صافي الاستشارات يعني غادي تشاورن وتكنيكي وين نسن وكني نخدم ماهلنا اكني وثان وكني لي المنداد نسن ولا كونفيونس كان الثقه تين يلين نكوني ونتيلينا وكذا دي فان ميكال وين كني لا كونفيونس كي يعرف كان حاجه اللي بغيت نخدم ونخدم اي نظام ونكون سي ثمنا الحوم السوريف يلو كان هذا عطل الحل مشا النوض البانغوف النار ذي الزن يبغى ان سيوض يبقى وكذا كي يسرتين على لي بوليتيسيان ساسا اسقار الصراف يسوثن وفقنا افريد التلويث نكوني سنسيوض اذن هذا كان يبقى الزرفان وين لان ذكي ذي ليبيا المقارنة صارت المكونات يليون أذيف أمكانيس ليبيا وزكا وكذا ولي ونجارون وذا كان في سنين وندينير تنميرتيك وسنين تنميرتيك كما زال نوماضال ذا مازال ليبيا ونسلم النوض اللي بغينا. شكرا واحدة تنمية مسا واحدة هذا كل ما نتمناه أن تصلوا إلى رغبتكم رغبة المجلس الأعلى الأمازيغ ليبيا أن يكون دستور توافقي أين كل مكونات في ليبيا سوف تجد نفسها في ليبيا الغد التي تكون ليبيا متحضرة ومتقدمة وعصرانية
كما هو تمنيات كل أمازيغ العالم بخصوص نحن الشعب القبائلي. أكيد لسا ثقرا انتذي وينيث كي إدي سملالن كذا مسا وهبة الحشاني إقلان يوث يعقلن تودسا أسقامو أنيجيني مازال ليبيا اللي بونا مسلاي غاف تمليلي تديلن سلسلة يزغين منزون مغرس ذي قم كان عندك تيلين تودسا يغلن يدوكلن ذي طرابلس تأكيد مسا ستيفاني ويليامز مازال النوير يسالن وقار ما لا واني لن ميلوث إسيا غازات إسيا غاردين ونديني قيمة ثلويث.